بنشوف ليندا هي وكيم جوزها وروز وهم في ندوة لشخص روحاني معروف بقدراته الغريبة على كشف المستخبي اللي محدش يعرفه عن الناس. وبيبدأ الشخص ده بروز لما بيمسك الحلق بتاعها ومن خلاله بيعرف مين اللي جاب لها الحلق وهو ابنها الصغير. ولحد هنا الأمور بتبقى تمام، لحد ما روز بتقرر تخلي ليندا نفسها هتتطوع علشان الشخص ده يقرا افكارها. واول ما الشخص ده بيلمس ايد ليندا بيقول لها انت مرتبطه جدا بحد من عيلتك اسمه بيبدا بحرف الميم. وهنا ليندا بتقول له انها جدتها اللي ماتت، فبيقول لها حصل بينكم خلافات كتير زمان. طبعا بيبقى صح، بس ليندا بتتعب فجأة، لكن مش بسبب كلامه، ده بسبب انها بتشوف شبح بيحوم في المكان مش ظاهر له اي ملامح، فبتستأذن وبتقعد، لكن الشبح بيفضل يتحرك حوالين الروحاني وبيبهدل كل حاجة حواليه، ومحدش مدرك إن ده ممكن يبقى حاجة خارقة للطبيعة. وهنا ليندا بتفهم إن الشبح ده مرتبط بالروحاني، بس هو نفسه ما يعرفش إن في شبح بيطارده. بس الأصعب إنه مش شبح مسالم، ده عدو للروحاني. تاني يوم بتروح ليندا على شغلها وبتتكلم معاها صاحبتها عن الروحاني وقدراته، لكن ليندا بتقول لها إنه شخص لعبان وبيرمي أي كلام علشان الناس تصدقه. واللي محدش يعرفه إن الروحاني أصلا كان مركب مايكات في الكراسي علشان يتصنت على كلام الناس مع بعضها ويعرف معلومات أكتر عنهم. وأثناء كلامهم روز بتلاحظ وجود الروحاني واقف بره بينصب على ناس تانية، فما بتستحملش وبتروح تواجه بحقيقته. لكن هو في الأول بينكر كلامها وبيعرفها إنه مش كذاب، لدرجة إن أي حد بيستشيره عمره ما بيرجع ويكذبه. الشرطة نفسها طالبة مساعدتهم في قضية بنت مختفية من فترة كبيرة، وهو هيفضل ورا الموضوع ده لحد ما ترجع. فهنا بترجع لروز وبتبلغها باللي قاله، وبيدوروا على حوار البنت اللي اتكلم عنها، وبيطلع ان اسمها سيدني عايشة مع امها واختها واختفت في ظروف غامضة بعد موت ابوها. وهنا روز بتقترح عليها انها تروح بنفسها وتتكلم مع مامة سيدني، يمكن توصل لاي حاجة تساعدهم او تشوف روح البنت بدل ما الروحاني يروح يقلبها ويقعد يمثل على عيلتها بشوية خزعبلات. فاللي بتسمع كلامها وبتروح وبتنصح امها انها ما تصدقش الروحاني لانه بيستغل وجعها لمصلحته الشخصية، لان هي كمان بتتواصل مع الارواح بس مش بنفس طريقة الروحاني الكذاب ده. فبتستأذن منها الأم شوية، فبتستغل ليندا الوضع وبتدخل أوضة المكتب، وهناك بيظهر لها نفس الشبح مرة تانية اللي أول ما بتحضر روحه في المكان ليندا بتتعب جدا وما بتقدرش تحدد شكله. وبيبدأ الشبح يكسر في كل حاجة لحد ما بتوصل أخت سيدني وبتهزق ليندا لأن هي كمان مجرد نصابة زيها زي غيرها أو يضحكوا عليهم. فبتحاول ليندا تقنعها انها فعلا مش نصابة، لكن في الوقت ده ام سيدني بتوصل والمفاجأة انها بيبقى معاها الروحاني وبتواجهه بليندا بعد ما قالت له كل حاجة اتقالت عنه. وهنا ليندا من الإحراج بتاخد بعضها وبتخلع على بيتها وبتحكي لجوزها اللي حصل معاها وإنها شافت نفس الشبح اللي بيطارد الروحاني، ولكنه للأسف ما شافتش أي شبح لسيدني في البيت. فبيعرفها كيم إن الشبح دلوقتي ممكن يبقى مرتبط بيها لأن هي الوحيدة اللي قادرة تشوفه عكس الروحاني اللي بيطارده ومحسش بيه. فبتروح ليندا على اوضتها وبتلاقي ان كلام جوزها فعلا طلع حقيقه، لان الشبح بيظهر لها مره تانية في بيتها. فبتطلب ليندا من الشبح انه يعرفها عن نفسه لانها مش قادره تسمعه ولا تحدد ملامحه بدل ما هو كل شويه عمال يتعبها. لكن الشبح بيختفي من تاني وبتفضل ليندا في نفس المتاهه، فبتقرر انها تروح تقابل الروحاني وبتعترف له ان في شبح بيطارده لابس احمر وجينز ومش هيسيبه الا لما يعترف بالحقيقه انه ما يعرفش حاجه عن سيدني. لكن الروحاني بيبدا انه يلعب على اوتارها وبيقول لها أنا عارف إنك وسيطة روحية من صغرك، وكمان عندك محل أثريات بتتواصلي من خلاله مع الأرواح، عاوز بس أعرفك إن أنا مش نصاب والأحسن ليكي إنك تبعدي عني وتسيبيني أشوف شغلي. بس أثناء كلامهم ليندا بتشوف ميرا أخت سيدني وهي بتتصنت على كلامهم، فبتاخدها معاها للمحل وبيتكلموا سوا وبتعرفها إنها بتراقبهم من وقت ما شافتها وسمعت إنها فعلا بتتواصل مع الأرواح، وبتسألها هو أنت شفتي إيه روح أختي؟ لكن ليندا بتعرفها ان روح اختها ما ظهرتش قدامها خالص. وهنا ميرا بتقول لها انها حاسه ان سيدني ماتت لكن امها مش راضيه تتقبل الفكره اصلا، والحقيقه ان امها كان نفسها هي اللي كانت تموت لانها ربتهم سوا، لكن سيدني كانت هي الاولى عندها في كل حاجه، كانت مسميها الاميره في حين انها كانت مسميها ميرا الضفدع. وبتطلب منها مساعدتها لان امها عامله اجتماع استحضار ارواح في بيتهم واللي هيعمله هو الروحاني، وهي عاوزه تكشف الحقيقه للكل ان اختها ماتت مش مفقوده. وبتستعد بعدها ليندا علشان تروح للاجتماع، بس وهي بتركب العربيه بتتعب فجاه وبتبدا تسمع اصوات ضفادع كتير حواليها ومش بتهدأ الا لما بتركب عربيتها وبتقفل على نفسها. ولما بتوصل بيبدأ الروحاني يمثل الدور كويس على كل القاعدين وبيستدعى الأرواح الموجودة في المكان تظهر وتساعدهم إن هم يدلوا على مكان سيدني.
كل ده وليندا قاعدة تسمع له ومش مصدقة أي كلمة منه لحد ما بيقول حاجة مهمة جدا، وهي إنه شايف سيدني عايشة لكنها واقفة جنب واحد لابس أحمر وجينز. فبتتصدم ليندا لأن ده نفس مواصفات الشبح اللي بيظهر لها واللي بيطارد الروحاني، وكده هو بيستغل كلامها وبينسبه لنفسه لحد ما المفاجأة بتحصل والشبح بيظهر فعلا في المكان وبيقول للروحاني أنا هنا واقف وراك، أنا ميتة مش عايشة يا كداب. وبيطلع كل ده إن الشبح اللي بيظهر هو شبح سيدني. وبتقدر اخيرا ليندا تحدد ملامحها وبتطلب منها سيندي انها تقول لهم الحقيقه وانها فعلا ماتت خلاص. فبتتعب ليندا جدا ولكن بتتملك نفسها وبتقول للكل ان روح سيدني موجوده وطلبت منها تعرفهم انها ماتت. طبعا الروحاني واقف مش على بعض لان كدبته اتكشفت، فبيحاول يلعب على عقل الام وبيعرفها ان ليندا كدابه وبتحاول تاخد اللقطه لنفسها وتبوظ الشغل بتاعه. فهنا ليندا بتجيب اخرها منه وبتقول لهم انا عرفتكم الحقيقه وبتمشي وبتسيبهم. ولما بترجع البيت بتعرف كيم كل اللي حصل في الاجتماع وان الشبح طلع لسيندي وما كانش بيطارد الروحاني، هي كانت مرتبطه بعيلتها ونفسها تعرفهم انها ماتت ويبطلوا يدوروا عليها. لكن كيم بيسالها كام سؤال زي ليه سيدني شبحها لابس لبس رجالي وليه هي دايما بتحس بدوخه لما شبحها بيظهر لها. فبتعرفوا ليندا ان اكيد الهدوم دي هي اللي سيدني ماتت بيها، وبالنسبه للدوخه اللي بتحصل فده انعكاس لروح سيدني وانها اكيد كانت متخدره او شاربه حاجه قبل ما تموت ومربوطه، لانها لما بتظهر لها بتحس منها انها مش فاكره كل اللي حصل معاها قبل ما تموت. وهنا بيقرروا ياخدوا طريق تاني علشان يعرفوا سيدني ماتت ازاي، وده هيحصل عن طريق ان كيم يتوسط لها عند اي شرطي من صحابه يساعدها تفتح قضيه سيدني. لكن كيم بينصحها انها تروح تتكلم مع الروحاني نفسه وتستدرجه علشان يساعدها توصل لادله الشرطه اللي في قضيه سيدني، لان اكيد يعرف كتير ولو قدرت تكسبه في صفها ممكن جدا تقدر انها تخلي روح سيدني تتحرر. وفعلا تاني يوم بتروح ليندا تقابل الروحاني وبتطلب مساعدته لان الموضوع بعيد عنهم هما الاتنين، الاهم هي روح سيدني ولو يقدر انه يتتبع اي ادله من خلال موهبته توصلهم للطريق اللي ماتت بيها سيدني. لكن الروحاني بيبقى رافض يساعدها لانه لسه مقتنع ان سيدني عايشه ما ماتتش. لكن بعد محايلات بتقدر ليندا تقنعه يساعدها وبتعرفه كل الاشارات اللي ظهرت لها من سيدني زي هدومها الغريبه والمخدرات والكلبشات المربوطه بيها وصوت الضفادع اللي سمعته قبل كده. وبيبدا الروحاني يحلل كلامها وبيبدا بصوت الضفدع وبيسالها لو انت مكانها تفتكري ايه المكان اللي ممكن يبقى فيه شخص بيسمع صوت ضفادع. فبتعرفه ان في مكان واحد بس وهي غابه الجبل وبيروحوا سوا لهناك، واول ما بيوصلوا بيشموا ريحه وحشه جدا فبيدوروا كويس وبيتصدموا هنا من اللي شافوه جثة سيدني مرمية في وسط الغابة بنفس الهدوم اللي بتظهر بيها متكلبشة، وبيستنتجوا إنها كانت بتشرب محرمات واتخطفت للمكان ده. وبيظهر شبح سيدني في اللحظة دي وبيقول جملة واحدة احميها وما بيبقاش قصدها على الجثة. وبترجع ليندا والروحاني سوا وهم قدام لغز جديد مين اللي عمل كده في سيدني. ولما بترجع بيتها بتحلم انها متكلبشه زي سيدني وحد خطفها في مكان مهجور لابس نفس اللبس اللي سيدني ماتت بيه وبيتحاكم فيه على مزاجه. ولما بتبص في المرايه بتشوف سيدني وبتضرب الخاطف مكانها على اساس هي، ولما بتكتشف وش الخاطف بتلاقيه كيم جوزها. وبتصحى ليندا مفزوعه وبتفهم ان فعلا سيدني اتخطفت وكانت مربوطه غصب عنها واللي خطفها هو حبيبها. وبترجع ليندا من تاني مع الروحاني للغابه وهناك بتلاقي فعلا نفس البيت اللي كانت سيدني مخطوفه فيه وبتنام مكانها على السرير علشان تشوف ايه حصل بالظبط. وبتشوف سيدني مربوطه وواقف قدامها اتنين حبيبها واختها، فبيروحوا بعدها يواجهوا ميرا باللي شافوه وان ليها يد في موت اختها لان محدش كان مهتم بيها حتى بعد موتها. لكن هي طبعا بتنكر كل كلامهم وبتعرفهم ان سيدني مش لطيفه زي ما الكل فاكر وبتسيبهم وبتخرج. وهنا ليندا بتسترجع كلام سيدني لما قالت تحميها ويمكن كان قصدها على ميرا اختها. وهنا ليندا بتلحق ميرا وبتطلب منها لاخر مره تعرفها الحقيقه لان اختها ربطها بالموضوع. فميرا بتبدا تحكي اللي حصل اخر فتره وانها كانت في فتره امتحانات الكليه وكانت بتاخد منشطات علشان تفضل صاحيه، لكن مع الوقت سيدني بقت مدمنه بطريقه صعبه وما قدرتش تبطل المنشطات. واختها ميرا اكتشفت الموضوع وما رضيتش تبلغ امها احسن تهزقها لانها فتحت اختها واخدت المنشطات ورمتها. وحبيب سيدني كان برضه مدمن بسبب كلامها عن المنشطات وانها بتصحصح الدماغ، لكن مع الوقت هو قدر يتعالج بس سيدني ما قدرتش وبسبب كده هما انفصلوا عن بعض. وهنا ميرا طلبت من حبيب سيدني انه يساعدها تعالج اختها من الادمان عن طريق ان هما يعزلوها في مكان بعيد ما تقدرش انها تخرج تجيب منشطات.
وهنا حبيب سيدني أخدها لنفس المكان اللي كان هو بيتعالج فيه زمان ونجح، وقالوا لنفسهم لو طبقت نفس الطريقة على سيدني أكيد هتنجح وترجع أحسن من الأول. يعني في الحقيقة ما كانوش خاطفينها، هما كانوا بيحموها من نفسها ونقلوها، وكان كل واحد فيهم بيهتم بيها على مدار الأيام. وفي يوم حبيبها شالها علشان يدخلها الحمام، لكن هي ضربته وسرقت هدومه وهربت. وفضلوا يدوروا عليها من بعدها في كل مكان لكن ما لقوهاش أي أثر، وما رضيوش وقتها يبلغوا الشرطة على أمل إنها ترجع من نفسها. وهنا ليندا بتاخد ميرا علشان تعترف لأمها بالحقيقة، وإنها دايما بتكرهها وخافت تعرفها حياة أختها علشان ما تكرههاش زيادة. وفي اللحظة دي بيظهر شبح سيدني وبتأكد كلام أختها إن أمها فعلا كانت دايما بتطلع عيوب ميرا بس، وكانت بتفرق بينهم. وبيبلغوا الأم إن روح بنتها موجودة، وكل اللي نفسها فيه من البداية إنها تخليها تسمع كلامها وتحب أختها. طبعا الأم بتبقى رافضة ومش مصدقة ولا كلمة من اللي بيتقال، وبتطرد ليندا والروحاني. لكن هنا سيدني بتقول كلمة معينة ليندا علشان تقولها لأمها علشان تصدق إنها فعلا موجودة، وهي كلمة كان دايما أبوها بيقول لها ليهم. ولما ليندا بتقول نفس الكلمة الأم بتتصدم هي وميرا، وبيقتنعوا أخيرا إن فعلا ليندا مش كدابة. وبتقعد الأم تسمعهم، وسيدني بتقول اللي نفسها تقوله من بدري، وهي إن أختها كانت فعلا بتحاول تساعدها، وهي اللي تاهت في الغابة فوقعت بالغلط وماتت. وبتطلب من أختها ما تشيلش ذنبها لأنها فعلا ملهاش دعوة، وإن هي الأميرة الحقيقية وهي اللي كانت الضفدع. وبتطلب كمان من أمها إنها تبطل تقسى على أختها لأن ما بقاش ليها حد غيرها دلوقتي. وبعد كده روح سيدني أخيرا بتتحرر بعد ما وصلت رسالتها لأهلها. أما بقى بالنسبة للروحاني بيتأثر جدا باللي انت بتعمله، وبيعرف إنها أحسن منه في حاجات كتير، وفعلا بتساعد الأرواح في السر من غير ما تعمل شهرة لنفسها، عكسه هو اللي موهبته ضعيفة ومشهور على الفاضي. فبتشكر ليندا على التجربة اللي مروا بيها سوا وبتودعه. ولحد هنا بتخلص الحلقة.